مش كل تعديل يخلّي الموتوسيكل أحسن، في حاجات كتير بنفتكر إنها بتخلّي البايك أسرع أو شكله أحسن، لكن الحقيقة بتبوّظ الأداء وبتقلل الأمان وممكن تدمّر الموتور نفسه. في الفيديو ده هاقول لك على أسوأ 5 تعديلات ممكن تعملها في الموتوسيكل بتاعك، ولو واحد منهم عندك صدّقني أنت محتاج تراجع نفسك، ولو لسه مش مشترك فكمان محتاج تراجع نفسك في دي وتنزل تشترك دلوقتي. أول حاجة تطويل الswing arm، من أكتر التعديلات اللي الناس أغلبها بتعملها علشان الشكل، والصراحة شكلها بيكون حلو. بس الهدف الأساسي منها علشان تثبت الموتوسيكل في التسارع العنيف، خصوصا في الجري في خط مستقيم. بس الكلام ده لو معاك بايك بيطلع أكتر من 150 حصان وصعب تسيطر عليه، لكن لو معاك 600 سي سي أو أقل فدي كارثة متحركة معاك. أولا التطويل بيغير التوازن بتاع البايك بالكامل، يعني الموتوسيكل بيبطل يدخل ملفات بنفس السرعة أو السلاسة، والتحكم بيكون ضعيف وصعب، بتفقد جزء كبير من التحكم والثبات خصوصا في أي كورنر أو ملف، لأن الديل بيبقى طويل وبيأخر استجابة البايك. ده غير الحمل على الشاسيه والمساعدين اللي ورا بيزيد، وده مع الوقت ممكن يبوظ المساعدين والكاوتش كمان اغلب الناس اللي بيعملوه بينسوا ان هم محتاجين يغيروا الجنزير وتوقيت نقل الغيارات عشان يحافظوا على الاداء الطبيعي. وفي الآخر النتيجة موتوسيكل شكله جامد على الصور، لكن على الطريق بطيء وتقيل وخطر جدا. خلاصة الكلام التطويل مكانه حلبات الدراج ريس بس مش للشارع، ولو عايز شكل كويس ممكن تعمل تعديل يفيدك لكن ما تضحيش بالأداء عشان المظاهر. طالما بنتكلم على البايك من ورا ففي حاجة كمان مهمة، الكاوتش هو النقطة الوحيدة اللي بتربطك بالأرض، يعني أهم حاجة في الأمان والثبات، ومع ذلك ناس كتير بتتعامل معاه كأنه تفصيلة شكل. في ناس بتركب كاوتش عريض زيادة عن اللزوم من المقاس الأصلي عشان الشكل، وناس تانية بتجيب مقاسات أصغر عشان الموتوسيكل يبان خفيف أو يزود سرعته، لكن في الحالتين النتيجة وحشة جدا. الكاوتش العريض بيقلل سرعة استجابة الموتوسيكل في الملفات وبيخلي الدوران تقيل ومجهد، وبيخلي كمان التسارع أبطأ بكتير جدا، وعلى عكسه الكاوتش الصغير بيخلي العداد مش مظبوط وبيأثر على الثبات في السرعات العالية. غير ان الكاوتشات التجارية أو مجهولة المصدر ممكن تفقد التماسك بسهولة جدا في الفرامل أو المطر، أو حتى إنه يتقطع فجأة. كمان كل كاوتش ليه تاريخ إنتاج وصلاحية، ومجرد إن شكله كويس مش معناه إنه أمان. بعد 4 أو 5 سنين من الإنتاج المطاط نفسه بيبقى ناشف ومفيش فيه تماسك، فابعد عن أي كاوتش قديم. الخلاصة مفيش تعديل أرخص وأخطر من كاوتش غلط. اختار المقاس اللي الشركة حددته من ماركة موثوقة أو مكان معروف. لو حابب تكبر كبر بحاجة بسيطة، لو حابب تعدل يعني عشان تمسك الطريق بثقة بدل ما الطريق هو اللي يمسكك. بعد كده الإكزوست. على الاكزوست في هنا كلام كتير. ناس كتير بتحب صوت الموتوسيكل العالي، بيخليك تحس انك راكب وحش بجد، لكن ارجوك بلاش الافوره. الحقيقه ان الاكزوست مش دايما ابجريد، اوقات بيكون تدمير صريح للموتور. ركب يا باشا اكزوست واتبسط بيه، بس بلاش تضغط على الموتور بتاعك. وهنا كلام للناس اللي معاهم موتوسيكلات صغيره او اقتصاديه شويه، ابعد عن العلب الرخيصه قوي لانها مضروبه وصوتها مش حلو. نصيحه مني لو لقيت علبه ام 4 ببلاش ابعد عنها، صوتها عالي قوي ووحش ومزعج جدا. ده غير ان ممكن البايك يتسحب منك زي ما شفنا الفتره الاخيره، والناس اللي موتوسيكلاتها اتسحبت بسبب الاكزوست. ولما تركب اكزوست بلاش تقعد تفصل على الفاضي وكل شويه، لان ده ممكن يدمر لك الموتور، وطبعا الجيران هيكرهوه. ولو ماشي بالليل حاول ما تبقاش مزعج على قد ما تقدر، لان في ناس عاوزه تنام وناس كبيره في السن تعبانه وانت كده بتزعجهم. وخلاصه مش كل صوت عالي بيساوي اداء قوي. لو عايز تركب اكزوست رياضي اختار نوع محترم واظبط الموتوسيكل صح بعديه. الصوت الحلو الحقيقي هو اللي وراه قوه مظبوطه واداء نضيف. ولو انت بقى اخدت التعديل لليفل اعلى شويه زي الناس اللي بتحب تعمل كاستم بادي او ستايل الكافي ريسر، ساعات بتغلط الغلطه القاتله، بيروحوا يقطعوا جزء من الفريم او من الشاسيه علشان الشكل يطلع رياضي اكتر او اخف، او عشان يبقى الديزاين ماشي. بس اللي مش عارفينه ان هم كده حرفيا بيبوظوا العمود الفقري بتاع الموتوسيكل. الفريم هو اللي شايل كل حاجه، الموتور، المساعدين، العجل، وزن اللي سايق كمان. يعني اي تغيير في زاويه او طول او نقطه لحام ممكن يخلي الموتوسيكل مش متوازن تماما، او يتصرف بشكل غير متوقع في الملفات او المطبات. كمان القص او اللحام بيأثر على صلابه المعدن، ومع اول خبطه قويه او مطب جامد الفريم ممكن يتشقق او يتني، او الاسوأ انه يتكسر، وساعتها مفيش تصليح هيرجعه زي الاول. وفوق كده بتخسر ضمانك، واي ورشه محترمه مش هتقبل تشتغل على فريم متعدل. الخلاصه لو عايز تعدل الشكل اعملها باجزاء تركب من غير ما تلمس الفريم الاصلي، لانك لما تقص الشاسيه انت مش بتغير شكل الموتوسيكل، انت بتلغي شخصيته وامانه كمان. في ناس كتير بتحب تشيل المرايات او الاشارات عشان الموتوسيكل يبان رياضي اكتر او انضف في الشكل زي الموتوسيكلات اللي في السباقات، بس اللي مش واخدين بالهم منه انهم بيشيلوا ادوات امان اساسيه مش حاجات للديكور. المرايات مش بس عشان تشوف اللي وراك، هي وسيله انك تتوقع الخطر قبل ما يحصل. من غيرها بتفقد رؤيتك باللي حواليك، عربيه جايه من جنبك، سواق بيحاول يعدي، متهور، وكل ده ممكن يحصل وانت مش واخد بالك اطلاقا وفي لمحه بصر. مش دايما هينفع تلف جسمك كله علشان تشوف اللي وراك، والا ساعتها ممكن تلاقي عربيه قدامك فجاه وتدخل تقعد معاهم. وعلشان كده المرايات مهمه جدا. ولو انت مش عاجبك شكل المرايات الستوك ففي مرايات تعديل بالهبل مغرقه السوق، تقدر تجيب لك واحده منهم. وحاول تبعد عن المرايات الرفيعه قوي لانها مش هتساعدك قوي في الرؤيه اكتر ما هتضرك. اما الاشارات
فأنا بصراحة مش فاهم ليه ممكن حد يشيلها من البايك بتاعه، لإن هي حرفيًا لغة الطريق اللي بتقول للي حواليك إنك ناوي تلف أو تغيّر اتجاهك، من غيرها بتسيب الناس تتوقع حركتك، وده معناه خطر حقيقي خصوصًا لو في الزحمة أو بالليل، لإنه وارد وأنت بتاخد ملف أو وأنت بتطلع من حد تاني يكون بيعمل نفس الحركة ومش واخد بالك منه ويخبطك، وساعتها ما حدش هيبقى مبسوط. كمان في دول كتير إن أنت تشيل المرايات أو الإشارات دي بتعتبر مخالفة مرورية، وسهل جدًا تاخد غرامة عليها أو ممكن كمان البايك يتسحب. الخلاصة الشكل الرياضي مش مبرر للمخاطرة، المرايات والإشارات جزء من الأمان مش مجرد جزء من الشكل. الموتوسيكل ممكن يكون جامد من غير ما يكون ناقص. في الآخر حاول تحافظ على نفسك طول ما أنت على الطريق، لأن أهلك مستنيينك في البيت، ولو شايف إن في تعديل تاني بيضر أكتر ما بينفع قُل لي عليه في الكومنتات وممكن نعمل جزء تاني من الفيديو ده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وشكرًا على المشاهدة.